السلام عليكم. لو فاكرين ان الميني بيتزا دي صعبة في البيت جدا او مش اي حد يعملها او بتاعة ليفل المحترفين مثلا، فانتوا كده موهومين. ليه؟ لان انا النهارده هعملها لكم بمنتهى السهولة وبامكانياتنا اللي موجودة في كل بيت، وكمان كده حاجة يعني طعمها حلو جدا وريحتها تجنن. بس الاول لو ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان اي وصفة جديدة ان شاء الله انزلها يجي لكم اشعار بيها. ده كيلو دقيق وشلت منه شوية على جنب كده وحطيت عليه كمان نص معلقة ملح. دايما بحب اقلب الملح كده مع الدقيق قبل ما احط الخميره. هحط قد ايه؟ معلقه كبيره، وزيهم سكر. الخميره دي خميره فوريه ولازم نكون متاكدين ان هي شغاله، واقلب كويس. وكيلو الدقيق ده بقى هياخد مننا ميه قد ايه؟ احنا شايلين منه شويه على جنب، هياخد حوالي كوبايتين ميه فتره. اوعوا تكون الميه سخنه يا جماعه، علشان دي ممكن تخلي الخميره ما تشتغلش اصلا، والميه البارده هتخلي العجينه تاخد وقت طويل قوي على ما تخمر. طبعًا أنا حطيت كوباية ونُص في الأول وهاقعد أقلِّب كده، حسيت إن هي محتاجة كمان نُص وهي كانت فعلًا محتاجة كمان نُص كوباية، حطيتهم. هافضل بقى أعجن كويس جدًا، وأنواع الدقيق طبعًا بتختلف كل نوع عن التاني، يعني ممكن ياخد منكم زيادة معلقتين 3 مَيّة أو أقل معلقتين 3 مَيّة. وبعد ما أعجن كده حوالي 3، 4 دقايق هاحط معلقتين 3 من زيت الزيتون. زيت الزيتون بيخلّي طعمها حلو جدًا، بس لو مش موجود ممكن أي زيت نباتي عادي خالص، وبرضه هافضل أعجن تاني. واللي عنده عجان طبعًا هياخد منه كل الوقت بتاع العجن حوالي 6، 7 دقايق، لكن بإيدينا كده ممكن يوصل العجن مثلًا ل10 دقايق والّا حاجة. كل ما نعجن كل ما هنشغّل الجلوتين واللقمة هتبقى حلوة أوي. بعد ما خلّصت عجن وبقت ناعمة، هادهن بقى أي بولة كده بالزيت واحطها تخمر حوالي مثلًا ساعة والّا حاجة، لو في الشتا ممكن تاخد ساعتين. وتعالوا أكلمكم بقى على الراحة النفسية أول ما تلاقوا العجينة خمرت كده، شايفين؟ وتفضّوا منها الهوا. حركة يعني مش قادرة أقول لكم بتبقى مخلّية الواحد سعيد قد إيه. مهم كده تبقى ناجحة وزي الفل. وهاقول لكم إزاي تعملوا تيست الخميرة لو أنتم لسه بتشتغلوا بالخميرة دي أول مرة. بس هنا أنا هاقطّع العجينة على 3 كور كبار، وشوية الدقيق اللي إحنا خلّيناهم على جنب وما احتاجناهوش في العجينة لمّا زادت المَيّة والّا حاجة، هناخدهم هنا علشان نفرد عليهم. بس أهم حاجة لمّا تيجوا تقطّعوا العجين لازم تغطّوه عشان ما يعملش قشرة ويتعبكم جدًا أثناء ما أنتم بتفردوا. وهتمسكوا بقى أول كورة وتحاولوا تفردوها زي ما أنتم شايفين كده، لحد ما يبقى سمكها مثلًا أقل من نُص سنتي والّا حاجة. لو عايزينها أتخن من كده يعني براحتكم بقى، السمك ده بتاعكم. هنا بقى أنا حاولت إن أنا أعمل يعني أشكال مختلفة عن المدوّرة اللي إحنا عارفينها، فقُلت أمّا أعمل شوية مربعات. وممكن على فكرة نعمل مثلثات وبرضه هاعمل المدوّر ما فيش مشكلة خالص. بُصّوا السمك. بعد كده بقى هاجيب صينية ألمونيوم مدهونة بالزيت، وده أحسن خبيز يا جماعة. دايمًا أقول المعجنات والكيك والحاجات دي هاتوا صواني ألمونيوم. خلاص أنا خلّصت المربع، هابدأ بقى أفرد علشان أعمل شوية مدوّر. خلاص بقى فردتهم بنفس السمك يمكن أقل كمان. هاجيب بقى عندي كوباية ستانلس وكمان القطاعة دي، أي حاجة عندكم ممكن تقطعوا بيها، بس أهم حاجة يعني تكون كلها مقاس واحد كده عشان يبقى شكلها حلو، ويكون لها حرف شوية علشان تقطع معاكم بمنتهى السهولة. وممكن على فكرة طبق صغير، ممكن ممكن كوباية إزاز كمان. برضه في نفس الصينية الألمونيوم، وهارصهم كلهم. وهالم بقى بواقي العجين من الواحدة الأولانية والتانية وهاعجنهم تاني كويس قوي كده واسيبهم يرتاحوا عقبال ما افرد التالتة، تكون هي ارتاحت العجينة شوية عشان تتفرد بمنتهى السهولة. شايفين دي بتتفرد ازاي وسهلة جدا؟ علشان خاطر انا ريحتها وقعدت وقت طويل. وخلاص كده انا قطعتهم كلهم وحطيتهم في الصواني. هجيب اي كوباية بقى واعمل فجوة كده في كل واحدة. ليه بعمل الحركة دي؟ عشان حاجتين: اول حاجة تاخد كمية حشو كبيرة، تاني حاجة بقى يعني الحشوة ما تقعش على الجناب. وبرضه هنا في تركية مهمة جدا، لازم اخرمهم علشان ما ينتفخوش اثناء الخبيز. وعملت صلصة البيتزا على جنب كده، يعني ما صورتهاش عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس اللي عايز يعرف المكونات بتاعتها كويس ممكن يقولي في تعليقات وانا اكتبها له، مفيش مشكلة. هنا بقى حطيت حوالي نص معلقة في كل واحدة، ما تزودوش الصلصة عن كده يا جماعة علشان طعمها ما يبقاش حلو. وهافردها كده بالمعلقة، بس ما باجيبش على الحروف قوي علشان ما تتحرقش. بعد كده بقى أنا محضّرة شوية خضار حلوين كده بصراحة، يعني علشان خاطر الولاد عندي بيحبوا البيتزا أوي، فأنا باضطر بقى أحط لهم كمية خضار ما بياكلوهاش في أي حاجة تانية. جايبة فلفل ألوان أصفر، أحمر، أخضر، طماطم. الزيتون يا جماعة، الزيتون لو سمحتوا هاتوه وقطّعوه في البيت، بلاش الجاهز. اللي بيبقى مخصوص بتاع البيتزا المتقطّع جاهز ده ما بيكونش طعمه قوي وأنا مش باحبه بصراحة. هنا بقى أنا حطيت الحشوة إيه، حطيت لحمة مفرومة معصّجة، عشان أنا عايزاها تبقى صحية شوية، بلاش اللحوم المصنّعة وخصوصًا لو في ولاد صغيّرين. بس لو بتحبوها خلاص يعني حطّوا اللي أنتم عايزينه. أنا ساعات باحط بسطرمة على فكرة بتبقى حلوة أوي برضه. وأحط برضه من الخضار ده شوية، يعني فلفل ألوان أحمر أو أخضر، لو ما عندكوش ال3 ممكن واحد، ممكن أي حاجة يعني. والطماطم وكمان الزيتون. والطماطم يا جماعة لازم تكون ناشفة علشان ما يكونش فيها مَيّة تنزل على العجين وتبوّشه. بعد كده بقى هاحط شوية جبن. أنا كان عندي تشيدر بصراحة، هي بتبقى حلوة أوي مع البيتزا على فكرة، ومش عارفة ليه مش كتير بيحطّوا التشيدر يعني. المهم أنا باحط تشيدر
وبحط كمان موتزاريلا، ولو عندي جبنة رومي كنت حطيت برضو، يعني أي شوية جبن كده حلوين. وبرضو المربعات هعمل فيها الفجوة دي وأحشيها بنفس الحشوة. بعد ما خلصتهم حطيتهم في الفرن لدرجة حرارته 250، لازم يكون فرن سخن علشان احنا طبعا عرفنا خلاص ان اي معجنات لازم تتحط في فرن سخن. وهقول تاني علشان الفرن لو بارد المعجنات هتقعد فترة طويلة جوه الفرن فهتخرج ناشفة جدا. المعجنات فينو بقى بيتزا أي حاجة لازم الفرن يكون سخن جدا علشان ما تقعدش فترة طويلة. قعدتهم قد إيه؟ حوالي 7 8 دقايق عشان تطلع يا جماعة بالجمال ده. شايفين مطة الجبن؟ حاجة كده طعمها حلو جدا وريحتها تجنن. انتوا متحكمين في كل شيء، عايزين تحطوا لحمة مفرومة، عايزين تحطوا لحوم مصنعة، عايزين تحطوا اي حاجة. الخضار انتوا غاسلينه بايديكم، واظن سهلة هي يعني. واي حد عايز اي استفسار في اي شيء في الفيديو يبعت لي بس في التعليقات، وانا من عينيا الاتنين برد على كل التعليقات. هشيل شوية بقى منهم في الفريزر وهناكل الباقي، والف هنا.